في كل مرة تفتح موقع أو تستخدم تطبيق، في رحلة بتبدأ من جهازك وتنتهي عند السيرفر. رحلة قصيرة جدا بتحصل في أجزاء من الثانية، لكنها أساسية عشان الإنترنت يشتغل. في الفيديو ده هنمشي مع بعض خطوة خطوة ونعرف يعني إيه كلاينت، يعني إيه سيرفر، وإزاي بيحصل تبادل البيانات بينهم من غير ما نحس. الكلاينت ببساطة هو أي جهاز بيطلب خدمة أو معلومة، ممكن يكون موبايلك، الكمبيوتر الشخصي، أو حتى تطبيق على تابلت. لما تكتب لينك في المتصفح زي الexample.gaming وتدوس زرار تسجيل دخول في تطبيق، الجهاز بتاعك بيجهز رسالة اسمها request. السيرفر في المقابل هو جهاز كمبيوتر ضخم أو برنامج مخصوص شغال 24 ساعة ومتصمم إنه يستقبل الطلبات دي ويرد عليها. تقدر تفكر فيه كأنه المطعم، والكلاينت هو الزبون. الزبون بيطلب أكلة معينة والمطعم بيجهزها ويرجعها له، لكن بدل الأكل السيرفر بيرجع لك صفحات HTML، صور، ملفات جيسون. خلينا نشوف الرحلة. أول ما تكتب لينك أو تدوس زرار، الكلاينت يبعت ريكوست عن طريق الإنترنت. الطلب يوصل للسيرفر اللي بيكون عنده عنوان ال IP address عشان نقدر نوصله الطلب ويفك الشفرة. إيه نوعه؟ جت عشان تجيب بيانات ولا بوست عشان تبعت بيانات؟ السيرفر يبدأ يشتغل، ممكن يروح لإعادة البيانات يسحب المعلومات المطلوبة. بعد ما يجهز النتيجة يحطها في ريسبونس. 6. الريسبونس يدعى تاني للكلاينت. 6. المتصفح أو التطبيق يعرض لك نتيجة قدامك. تخيل إنك بتفتح فيسبوك من الموبايل، أنت ككلاينت اتبع الطلب، هات لي صفحة رئيسية. السيرفر يستقبل الطلب، يدخل على قاعدة البيانات، يجيب آخر البوستات اللي تخصك ويرجعهم في ريسبونس. الموبايل بتاعك يستقبل الريسبونس ويعرض لك البوستات في واجهة أنيق. كل ده بيحصل في أقل من ثانية. مش دايما السيرفر بيرجع لك الحاجة اللي انت متوقعها. أحيانا تلاقي صفحة كاملة زي HTML، أحيانا صورة أو فيديو، أحيانا بيانات خام بصيغة ديسن أو XML لو انت مطور، وأحيانا رسالة خطأ زي 404 لما صفحة مش موجود. دلوقتي لما تفتح موقع أو تستخدم تطبيق، افتكر إن في الخلفية في سيرفر بيشتغل بسرعة رهيبة عشان يجهز لك كل حاجة. من غير السيرفرات الإنترنت مش هيكون له وجود. وده كان شرح مبسط لرحلة الطلب والرد بين الكلاينت والسيرفر. لو حابب تعرف أكتر عن البرمجة أو السيرفرات، تابعني عشان هنعمل فيديوهات أعمق عن الكواليس دي.